السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دينا صلاح ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني انزلوا تحت الفيديو واضغطوا على كلمة اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنعمل بقى مع بعض النهاردة الكشري المصري بالطريقة الأصلية، ونعمله بخطوات مرتبة وازاي نخلصه مع بعض بسرعة، وان شاء الله الطريقة دي تعجبكم. جربوها. يلا بينا بقى نشوف ايه مكونات معانا النهاردة وهنعمله ازاي. واول حاجة هنحضرها مع بعض هي البصل، الخطوة اللي بتسهل علينا كل حاجة. انا بحب اعمل البصل يا جماعة في القطاعة اللي انتوا شايفينها دي، عشان بتطلع لي شرايح البصل متساوية كلها قد بعض ورفيعة. لو انتي حابة تقطعي بالسكين حاولي تقطعيها رفيعة. بعد بقى ما قطعتهم وخلصتهم هحطهم بقى في اي طبق كده، وهنزل عليهم بمعلقة من الدقيق ومعلقة من النشا عشان يمتصوا اي سوائل فيهم. هركنهم بقى على جنب 5 دقايق. وبعد كده عندي زيت غزير، يعني يبقى كتير شوية يعني. بصوا احنا هنستخدمه يعني في كذا حاجة، يعتبر هنستخدمه في الأكلة كلها. هنزل بقى أول ما يسخن كده هنزل بالبصل بتاعنا، حمره يا جماعة لحد ما لونه يغمق كده، يعني مش يغمق قوي. بصوا شايفين لونه عامل ازاي؟ انا عايزة لونه كده. وهنا بقى معايا حمص انا كنت بلاه وسلقاه ومجهزاه. هنا بقى معايا حلة على النار فيها مية سخنة هسلق فيها المكرونه بتاعتنا. بصوا انا معايا حجم المكرونه الصغيره جدا يا جماعه، ومعايا كمان مكرونه سباكيتي. طبعا هنا هتعملي على حسب الكميه اللي انت هتعمليها يعني. بعد ما المكرونه بتاعتي استوت غسلتها وصفيتها وحطيت عليها معلقه زيت علشان ما تلزقش في بعضها. ضروري جدا تحطي عليها معلقه الزيت دي. بعد كده معايا حله فاضيه على النار نزلت فيها بمعلقه توم. الزيت اللي انا حطيته للثوم هو نفس الزيت اللي انا كنت محمره فيه البصل. هنزل بمعلقه كمون ومعلقه كزبره. هحمر بقى التومه بتاعتي. بعد كده هنزل عليها بمعلقتين من الصلصه. هنزل بقى عليها بعصير الطماطم. هنزل عليها بقى بمعلقه ملح ومعلقه سكر صغيره عشان الصلصه. خلصت معانا الصلصه. نفس الزيت يا جماعه اللي احنا حمرنا فيه البصل هنعمل فيه كمان الرز. هنزل بالشعريه اول حاجه. هحمر الشعريه بتاعتي لحد ما تدي معايا لون غامق. بعد كده هنزل بالرز بتاعنا هحمرهم مع بعض لحد ما تحسي ان الرز بتاعك كله اتحمر زي بعضه. العدس ده بقى يا جماعة انا بليته يعني حطيته في مية لمدة ساعتين. قبل ما استخدمه حطيته في مية، نقعته في مية لمدة ساعتين. وبعد كده صفيته وحطيته على الرز بتاعنا. هقلبه بقى كده قلبتين مع الرز. وبعد كده هنزل برشة فلفل اسود وحبة كمون. وحطيت بقى واحدة ماجي وحطيت ملح. ظبطت الملح بتاعها. هنزل بقى كده بالمية بتاعتنا. هنغطي الرز كده بالمية. هسيبه بقى يتشرب المية وبعد كده هوطي عليه لحد ما يستوي. تعالوا بقى نعمل مع بعض الدقة. حطيت معلقة توم وعليها نص كوباية مية سخنة. وهنزل بقى بنص كوباية خل. نقلبهم مع بعض. هعصر بقى عليهم ليمونة. وبعد كده هحط ملح واحط كزبرة واحط كمون. وبكده الدقة بتاعتنا جاهزة.
تعالوا بقى نعمل مع بعض الشطة يا جماعة. نفس الزيت برضو اللي احنا حمرنا فيه البصل، هنزل بحبة منه واجي حط عليهم ايه، معلقتين شطة. اول ما يسخن هنزل بمعلقتين شطة. بص اول ما ابتدت تغلي كده معايا وريحتها تطلع بقى وتحسي نفسك خلاص اتخنقتي، هنزل بحبة من الدقة اللي احنا عملناهم وحبة صلصة برضو اللي احنا عملناها، واقلبهم كده في بعض شوية. هسيبهم بقى دقيقتين على البوتاجاز وبعد كده اطفي عليهم. وبكده خلصنا كل الخطوات يا جماعة. ادي المكرونة معانا، وادي الرز بالشعرية بالعدس بتاعنا، وادي البصل وادي الصلصة وادي الحمص وادي الشطة وادي الدقة. هو ده الكشري المصري يا جماعة. اعملوه بالطريقة دي والله العظيم جميل، احلى من بتاع المطاعم 100 مرة، وانضف طبعا بكتير. شايفين المكرونة ما عجنتش في بعضها ولا مسكت في بعضها علشان معلقة الزيت اللي انا حطيتها لها بعد ما صفيتها. كده بقى خلصنا وصفتنا النهاردة. شايفين طبق الكشري الجميل ده احلى 100 مرة من بتاع المطاعم. جربوا الطريقة دي يا جماعة وبنفس الخطوات اللي انا عملتها، وان شاء الله هتعجبكم. وبكده خلص الفيديو معانا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسيش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.